السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشاهدوا هذا الفيديو هذا اليوم إن شاء الله بإذن الله غنوجد البغرير وبغيت نشاركه معاكم. بسم الله على بركة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. خديت 3 ديال الكيسان ديال السميدة رقيقة في كاس العلبة، معلقة ديال الخميرة، شوية ديال الملحة، وباش عبرت السميدة غنعبر 4 الكيسان ونص ديال الماء دافي. درت الكاس الاول وها الكاس الثاني وها الكاس الثالث والكاس الرابع ونص كاس واحد تاني على حساب هكا. وغادي نخلطهم مزيان، ومعلقة السكر، معلقة صغيرة، وغنخلطهم مزيان بالخلاط، واحد القطيرة ديال الخل صافي. اللي غنضيف معلقة ديال الفورص وجوج ساشيات ديال الخميرة الحلوى، وغنعاود نخلطهم تاني مزيان. اهم شيء البنات هي خصو يتخلط مزيان. وهو بعد ما خلطناه خليته 10 دقائق، وهاني جيت نطيب. كندير واحد المنيديل باش مسحت المقله بالزيت صافي، وكنبدا نطيب. ها هو شفتي كيفاش جا مثقب وخفيف. نتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو هذا، واشتركوا اللي مازال ما اشتركش في القناه يعاود يشترك معايا، دعموني جزاكم الله خير. صافي وكنستمر هكايا حتى كنكمل هذيك الكميه اللي عندي. شتي ما شاء الله كي جا شهوه منه خفيف. البوطه تكون مجهده ماشي ناقصه باش كتحطيه كيتثقب. هو هذا البنات، كنحط واحد الزويف نفرشو كنحط عليه هكا حتى كيبردو. صافي وها هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا. شتي كيفاش جا خفيف ومثقب ومحمر على مزيناتو. نتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو هذا. رافقته مع شويه العسل والزبده دايبين. هو هذا البنات الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا. نتمنى يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.